السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل روح بتدور على حاجة مش قادرة توصفها، ولكل قلب تعبان بس مش عارف يقول ليه. النهاردة احنا بندخل جوه بوابة جواك انت، بوابة النور، بوابة بتفتحك على نفسك، على نورك اللي جواك مش بره منك. لو كنت حاسس انك في ضلمة او في توهان او في تعب ملوش اسم، تعال خد نفس داخلي وادخل معايا رحلة هتغيرك من جوه، ومن غير ما تحس هتلاقي الكون حواليك كله بيتغير. الجزء الأول هتكلم على معنى النور في القرآن. النور في القرآن مش مجرد ضوء، لكنه طاقة إلهية بتكشف وبتطهر وبتوجهك. يعني لما ربنا يقول الله نور السماوات والأرض، المعنى هنا أعظم من الصورة اللي بتشوفها من بره. هو النور فوق كل نور، هو نور السماوات والأرض. السماوات والأرض تنير بنوره، نور يمنحك البصيرة مش بس الرؤية، نور يخلي قلبك شايف حتى وانت مغمض. النور القرآني مش محسوس بالعين، لكنه محسوس بالإدراك وبالقلب. في لحظة تقرأ فيها آية وتحس إنك اتشفيت من غير ما تطلب ده النور بيكون اشتغل. ربنا وصف القرآن نفسه بأنه نور وكتاب مبين، يعني في كل حرف من القرآن شحنة نور. لو وصلتك بصدق هتنضفك من جوه وتكشف لك كل المستخبي. النور هو الوسيلة اللي ربنا بيهدي بيها من يشاء، عشان كده لازم نكون مستعدين نستقبل النور ده كويس جدا، ونكون فاهمين طاقته قد ايه هي قوية. الجزء التاني، التلاوة ليست قراءة. القرآن له مستويات من التلقي، فيه اللي بيقرأ بلسانه وفيه اللي بيقرأ بروحه، والفرق ما بينهم كبير. اللي بيقرأوا بلسانه ممكن يسمع عشرات الآيات لكن تأثيرهم ضعيف جدا، إنما اللي بيقرأوا بقلبه ممكن آية واحدة تنقل حياته من ضلمة لنور. وده المقصود بالبوابة. لما تقرأ بعقلك وتستوعب المعنى، غير لما تكون بتقرأ بروحك. الآية بتدخل فيك تتغلغل وتفك شفرة داخلك. القرآن مش نص فقط، هو كائن حي بينطق وينور ويطهر، بيكلمك بس بشرط انك تكون حاضر فعلا وبتسمعه، مش كأصوات لكن كذبذبات ربانية داخلية بتحرك فيك المشاعر وبتحرك الطاقة المكنونة جواك. الجزء الثالث، موجات القرآن. الصوت القرآني مش نمط واحد، لكنه موجات. وده مش وصف شعري، لكنه وصف حقيقي للي بيحصل في التلاوة. لما تسمع قارئ بيقرأ بصدق هتحس إن في صعود، زي ما تكون الروح بتعلو في لحظة، تكون لحظة رجاء أو دعاء. ولما الآية فيها تهديد أو خشوع، بتحس بالصوت بينزل بيوطى كأنه بيدخل الأرض. وفي لحظات بيقف فيها القارئ عند مقطع، لحظة سكون. هي مش سكوت، ده لحظة امتلاء، كأن الكون كله بيحبس نفسه
والروح بتتأمل بمعنى الآية. كل منحنى صوتي في القرآن وراه حكمة طاقية ممكن ما تدركهاش، بس لو فهمناها هنعرف إن القرآن بيتكلم بجسد مش بحروف. الجزء الرابع: النية هي المفتاح. قبل ما تمسك المصحف اسأل نفسك جاي ليه؟ عشان تقرأ آيات وخلاص، ولا عشان تتغير بالنور وبالمعنى؟ النية هي المفتاح اللي بيشغل الطاقة النورانية. من غير نية التلاوة بتبقى أصوات، لكن من غير تأسيس حقيقي يعمل جواك رعشة وزلزلة. النية القوية بتسحب النور من الآية وتخليه يخترقك. لما تبقى داخل على آية بنية الشفاء بتحصل استجابة حقيقية، لأن ربنا قال فيه شفاء لما في الصدور. النية مش شرط تتقال بصوت، لكنها لازم تكون واضحة جواك. النية الشافية هي النداء اللي ربنا بيسمعه حتى لو محدش سمعه. الجزء الخامس: تفعيل بوابة النور. لكل آية في القرآن بوابة، مش بس كمعلومة، لكن للتحول الداخلي والخارجي. لما تقرأ الله نور السماوات والأرض، انت بتقرأ مفتاح لبوابة ضخمة، بوابة بتربطك بمصدر النور المطلق. دي لحظة مفيهاش استعجال، لحظة تتلقى فيها النور. كل حرف من الآية بيفتح ليك طبقة من الداخل، بس بشرط انك تسمح له. النور في القرآن مش محتاج تتخيله، لأنه بيظهر في شكل طمأنينة وسكينة وهدوء. فكرة جديدة بتدخل في بالك من غير مجهود، مفاجأة. القراءة النورانية مش صوت، لكنها حالة من الاستسلام الداخلي، يكون فيه القلب ساكت والعقل متفرغ والنية صادقة. ساعتها الآية بتتحول من حروف لموجات، ومن موجات لاهتزاز، ومن اهتزاز لتحول داخلي وخارجي. الجزء السادس: تأثير النور على الخارج. من أسرار النور إنه مش بيقف جواك بس، لا كمان النور بيخرج وبيغير كل شيء حواليك. بس التغيير ده مش دايما ظاهر للعين. ممكن تلاقي ناس بتتعامل معاك بلين، مشكلات كانت متعقدة تتحل. النور يغير نبرة صوتك، يلين ملامحك، يخلي حضورك فيه راحة. ممكن من غير ما تتكلم تلاقي اللي قدامك ارتاح معاك. ده اسمه أثر النور الخفي، مش لأنك اتكلمت، لكن لأنك اتنورت بآيات القرآن. الكون بيتجاوب مع اللي جواك، فلما تبث نور هتستقبل نور، حتى لو في شكل مواقف أو فرص أو أقدار بتتحرك في صفك. الجزء السابع: آيات تستخدم كمفاتيح نورانية، وغيرها آيات كتير. القرآن مليان مفاتيح، بس مش كل مفتاح بينفع مع كل حاجة. محتاج تختار المفتاح المناسب في الوقت المناسب. يعني لو بتدور على اليقظة والحضور، اقرأ الله نور السماوات والأرض. لو قلبك ضايع في الخوف، اقرأ
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لو بتدور على السلام الداخلي اقرأ وأشرقت الأرض بنور ربها. لو محتار في طريقك اقرأ واهدنا الصراط المستقيم. كل آية من دول مش بس بتتقال، دي بتفعل جواك تردد داخلي، وبتبدأ تفتح لك بوابة طاقية تغير حالك من غير ما تاخد بالك. لو وصلت لحد هنا فانت مش نفس الشخص اللي بدأ الرحلة. النور مش دايما بيتشاف، لكنه دايما بيتحس، وساعات مجرد سكوتك بعد قراءة بيكون هو أعظم رد فعل. القرآن مش كتاب بنقرأه، ده كائن حي بيغيرنا من جوه حرف بعد حرف. خد من القرآن نور مش معلومات، لأن المعلومة بتخلص وبتتجدد وبتتحدث، لكن النور بيكمل وبيتنقل وبينور غيرك كمان. اللهم نور قلوبنا بنورك وأحينا ما دامت أرواحنا تبحث عنك.